خلصت وبشكل رسمي. أزمة خوان ألفينا وأزمة بنتايج الظهير الأيسر من أفضل الأظهرة في مركزه، هو اللعيب الكفء في الفترة الأخيرة شفناه في نادي الزمالك، المحترف اللي بيلعب بغيرة على تيشيرت نادي الزمالك اللي بيرتديه. خوان ألفينا اللاعب البرازيلي اللي في فترة قليلة جدا قدر يقدم مستوى حلو جدا، وقدر يساعد الزمالك في أكتر من مباراة وليه تأثير خاص. الاثنين اللعيبة دول من أفضل اللعيبة في مراكزهم في الوقت الحالي. كان ليهم أزمة مستحقات، الأزمة بتاعتهم خلصت، الأزمة خلصت من رجال أعمال من مجلس إدارة، المهم إن هي خلصت، أزمتهم خلصت على خير. واللعيبة كانوا متفقين إن هو في حال عدم سداد مستحقاتهم من نادي الزمالك إن هم عايزين يفسخوا العقد بتاعهم يوم 15 أكتوبر. طلع وكيل بنتايج وأكد إن لا صحة لأي كلام يخص فسخ عقد اللاعب. طلع وكيل بنتايج وأكد الكلام ده عبر قناة الكل بيشاهدها. الأزمة اتحلت بشكل رسمي، لكن في أزمات مازالت نادي الزمالك. زي إيه؟ إن الزمالك لحد اللحظة دي برضه مفيش فلوس، إن الزمالك مش عارف يوفر للعيبته فلوس، إن الزمالك مش عارف يوفر استقرار مادي. فعلا الأزمة خلصت على خير، أزمة بنتايج وإخوان ألفينا من أحد رجال الأعمال، لكن الزمالك ما عندوش أي طريقة تاني. لو أنت عندك أي طريقة تخص حل أزمة الزمالك المالية اقترحها في التعليقات. ما تنسناش لايك ومتابعة علشان ما يفوتكش أي أخبار على الكرة المصرية